السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. انتوا اول مره تشوفوني النهارده، بس انا طالعه مع قناه في القناه مع اختي اسراء. دي اختي وصاحبتي وكل حاجه في حياتي. هي اغلى صاحبه عندي، وهي اختي اللي ما جابتهاش امي. ربنا يخليك. والله العظيم ربنا اعلم بجد. والله معزتك عندي. وان شاء الله هتشوفوني معاها على طول باذن الله. باذن الله نعرفكم بنفسنا ونعرفكم كمان بمنتج كده صغير اللي هو بتاع الحبوب ده كلين ده سول. عجبنا جدا بصراحه، يعني احنا جربناه ولما عجبنا جداً. قلنا نطلع نفيدكم بيه في وسط قعده التعارف دي يعني. ومفيش مشكله تجربوا، انتوا طبعا جربتوا حاجات كتير وان شاء الله هيعجبكم، وانا مجرباه وجميل جدا، وكل اللي استعملوه يعني شكروا فيه جدا، نصحنا بيه ناس كتير قوي وجابوه واحلى من حاجات كمان كتير غاليه. بالظبط. يعني ده كمان سعره مش غالي قوي بس جميل جدا. وانتوا بنفسكم اللي هتشوفوا الفرق. جربوه وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. ياخدوه سكرين شوت ياخدوه. هو ده اسمه كلين ده سول. ده شكله مش باين اهو. لا باين. اسمه كلين ده سول، وبيكون شكله كده محلول عامل زي الميه. تحطيه بقطنه ودان على الحبايه هتختفي من اول استخدام. يعني احنا مسمينه قهر الحبوب. بجد بجد هتشكرونا عليه. من احسن الحاجات اللي هي بتتخلصي من الحبوب بيها، اللي هو المنتج بس هو جميل جدا. جربوه ومش هتندموا يعني. بالظبط كده ان شاء الله. تمام خلاص كده قلنا لكم المعلومه اللي احنا عايزين نقولها لكم. نعرفكم بقى بنفسنا. انا اسراء. انا طبعا اسراء الصياد، عامله لكم كذا فيديو على القناه، بس دينا طبعا اول مره تطلع معايا في القناه، وان شاء الله مش اخر مره. باذن الله هنعمل لكم فيديوهات تانية كتير ان شاء الله باذن الله، عن الاكل، عن البشره، عن الشعر، عن كل حاجه منوعات ان شاء الله. اي حاجه احنا جربناها واستفدنا منها ومقالب باذن الله المره. بس ايه، نشوف اللي هو ايه. عايز تعمل فيا مقلب، مش عارفه ليه داخله كده على المقالب على طول. ان شاء الله باذن الله، وكل حاجه تعجبكم، واهم حاجه دعمكم، وطبعا اللايك والاشتراك. بالظبط، اهم حاجه دعمكم عشان نقدر نستمر. لاني انا عامله طبعا القناه دي من فتره، وانا عشان حصلت لي ظروف من كام شهر كده انا كنت والله هعمل لكم فيديوهات كتير واعمل لكم حاجات كتير، بس انا بجد محبطه وانا اصلا كنت تعبانه الفتره اللي فاتت عشان انا حامل وكده، فما كنتش. ربنا يقومك بالسلامه حبيبتي ربنا يخليك. فانا ما كنتش مهتمه بالقناه. دينا قالت لي لا تعالي نهتم بالقناه ونعمل لهم فيديوهات ونفيدهم بحاجات، نعمل لهم فيديوهات مفيده يستفيدوا بيها، وكمان يبقى لينا اخوات واصحاب من كل مكان، وباذن الله نكون عند حسن ظنكم، والفتره الجايه نقدر نقدم لكم حاجات تستفيدوا بيها ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله الفيديوهات كلها تعجبكم وقناتنا اهم حاجه تعجبكم، واحنا شخصيا نكون مريحين على قلبكم، يعني تبقوا مستلطفيننا بمعنى اصح يعني. وان شاء الله باذن الله كل حاجه هتعجبكم، واي حاجه عايزين تستفسروا عنها، عايزين تستفيدوا بيها، ان شاء الله ابعتوا لنا وهنرد عليكم. وباذن الله يعني نكون خفاف ولذاذ ولطاف كده يعني ان شاء الله. تحبوا المحتوى، يعني اهم حاجه تحبوا المحتوى، لان احنا طالعين نقدم محتوى، مع ان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي اللي عايز يطلع بمحتوى بيبقى صعب شويه، بس احنا عارفين ان احنا ان شاء الله هنقدم لكم محتوى محترم، محتوى هادف انتوا شخصيا تستفيدوا بيه. يعني دينا ما شاء الله عليها بتعمل اكلات وحلويات وحاجات حلوه كتير قوي، هي ناويه تفيدكم بيها الفتره الجايه باذن الله. وانا لو انتوا عايزين تسالوني على اي حاجه عن مشتريات بنشتريها مثلا من نزهه باسعار اقتصاديه، اسعار حلوه يعني مش غاليه، والحاجات في نفس الوقت حاجات شيك. حلوه شيك ونضيفه بالظبط، وكل حاجه ان شاء الله باذن الله هنعرفها لكم، وباذن الله يعني كل حاجه تعجبكم باذن الله. نقدر نفيدكم بالمحتوى اللي احنا ناويين نقدمه، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. اهم حاجه احنا طالعين عايزين نقدم محتوى هادف، ويعني كلمه محتوى هادف دي يعني مش جايه من فراغ. احنا بجد انا عامله اكتر من فيديو على القناه، بس دينا ما كانتش معايا. الفتره الجايه انا مش هعمل فيديوهات من غيرها، يعني هي اللي هتبقى معايا على طول. زي ما انا قلت لكم كده، انا عندي برضو ظروف وتعبانه وحامل وعندي ولاد، هي برضو عندها ولاد، انا هروح لها وهي هتجيلي. فاحنا اصلا صحاب من زمان، يعني احنا عشره عمر.
انا يعني والله العظيم انا ما صاحبتش حد في حياتي مخلص وفي بيحب صاحبه، تلاقيه يعني جنبك في كل حاجه، تلاقيها يعني اختك وقلبها عليكي. لا هي دينا بصراحه، انا حبيبتي ما والله لقيتش العظيم، حد. يعني ربنا يعلم بغلاوتها عندي عامله ازاي. بالظبط والله انا ما لقيتش والله حد في حياتي العظيم. يحبني والله العظيم قد دينا. يعني انا اعرف ناس كتير في حياتي، ويمكن انا استغنيت عن كل الناس اللي في حياتي لاني انا ما لقيتش منهم ولا الحب ولا الاحترام ولا الاخلاص ولا التقدير ولا اي حاجه انا بعملها يعني لقيتها غير في دينا. يعني انا بصراحه احنا عشره عمر والكلام ده مش جاي من فراغ، انا ما بجاملهاش. انا الوحش بقول له انت وحش، واللي بيأذيني انا ببعد عنه. انا لاني ما مش لاقيه الاخلاص. لا على دينا فكرة يعني ملخص الكلام برضو مش بالكلام والله، مش بالكلام ولا والله، بنشكر نسير في بعض الأيام اللي قصاد جاية إن شاء الله. الكاميرا. لا ربنا طبعاً والله مش كلام عالم، كاميرا وربنا والله. ربي قلوب. بالظبط والله عالم انا بقول بنية اللي في الواحد، قلبي. وعالم قد ايه انا مخلصه لها وهي مخلصه لي، قد ايه بنحب بعض، قد ايه عدى علينا حاجات مرينا حلوة بحاجات وحاجات كتير ومسيركم وحشة ان شاء الله وحاجات تعرفوها. يعني اي حاجه عايزين تعرفوها عننا احنا مستعدين نحكيها لكم. ويعني احنا مرينا بتجارب كتير والحمد لله عدينا بيها، والحمد الحمد لله في لله كل على مره كل بنقول حال. الحمد لله والحمد لله على كل حال. اللي انا قصدي اقوله لك ان انت لو عندك اخت صاحبه صديقه مخلصه وفيه، دي ما تتخليش عنها بسهوله، لان دي مش هتلاقيها كل يوم. انا اللي عامله فبتحبك صاحبتك، او صاحبتك او بتخاف عليكي وهي اساسا بتتمنى لك الوحش. اكيد انتوا عارفين كل دوت، وان شاء الله باذن الله لما تعرفونا اكتر هتعرفوا احنا بنتكلم على ايه، واحنا مش بنقول كلام فيديوهات. والله العظيم احنا طالعين بطبيعتنا وطالعين مش محضرين اي كلام، احنا بنتكلم قدام الكاميرا. احنا توينز، واكيد انتوا عندكم برضو توينزات اللي هو ايه. اكيد يعني كل واحده عندها حد قريب منك جدا، حد بيحبك وبتحبيه جدا، وبيبقى بالمواقف مش بجد بالكلام يعني وبس، مش اللي هو كلام مصلحه الكلام ده كله. خالص والله وربنا يعلم بمعزتها عندي عامله ازاي. دي اختي اللي ما جابتهاش امي. ربنا يخليكي، وانت كمان اختي وحبيبتي واثبتي ربنا فعلا. يقولك بالسلامه يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وان شاء الله باذن الله هتشوفونا مع بعض كتير باذن الله. خلاص مش هنقدر ان احنا يعني يطلع فيديو كده من غير واحده فينا. بالظبط ان شاء الله ان شاء الله مع بعض. على فكره انا زي ما قلت لكم انا القناه دي عاملاها من حوالي سنه ونص ومش مهتمه بيها. لا لكن دينا قالت لي لا تعالي نهتم بالقناه ونعمل فيديوهات ونقدم لهم محتوى، وان شاء الله نقدم لكم محتوى تستفيدوا بيه ويعجبكم، وباذن الله نكون عندكم ان شاء الله كل حاجه باذن الله منوعات عن كل حاجه باذن الله. تسالوا فيها نعرف نجاوبكم. الديكورات اللي انتوا على حاجات حلوه ممكن نشتريها، وديكورات شعر بشره اكل ان شاء الله. يعني تبقى المحتوى فيديوهاتنا منوعه باذن الله. باذن الله ان شاء الله الفتره الجايه هنشتري ديكورات من نزهه. انتوا طبعا بتحبوا ديكورات النزهه جدا، وانتوا عارفين نزهه قد ايه فيها حاجات شيك وقد ايه فيها حاجات اقتصاديه. وانا عن نفسي جبت حاجات من هناك وعملت لكم بيها فيديو، لو ما شفتوش روحوا شوفوه. وحاجات كانت سعرها حلو جدا وكانت شكلها حلو قوي، لاني كنت بجدد غرفه نومي وجبت حاجات حلوه قوي من هناك. الولاد عاملين دوشه، معلش انتوا اكيد كلكم عندكم ولاد وعارفين الدوشه اللي احنا بنبقى فيها. كنا بنقول ايه، كنت بجدد الغرفه، ودينا كمان كانت بتجدد شويه حاجات في البيت عندها. وان شاء الله هنوريكم الديكورات اللي احنا هنشتريها الفتره الجايه من النزهه. انتوا عارفين النزهه فيها حاجات قد ايه شيك وحاجات قد ايه رخيصه، مش بس عشان رخيصه شيك، وهي كمان حاجاتها حلوه جدا اقتصاديه، ويعني ونوعها حلو جدا وشيك جدا. ايوه اهم حاجه احنا مش بنبص لان الحاجه تبقى رخيصه وخلاص عشان كده برضه بين البنين اللي هو سعرها اقتصادي وفي نفس الوقت شيك، وفي نفس الوقت تقدري تستفيدي بيها. وكمان ايه يعني مش حاجات اي حاجات تكركب لك الدنيا وخلاص، لا احنا بنجيب الحاجات اللي هي الديكور المناسب للمكان. وان شاء الله ده هتشوفوه معانا الفتره الجايه. ولو عايزين ناخدكم جولات في النزهه، جولات في العتبه، واحنا بنشتري لبس الاولاد، واحنا بنشتري لبس لينا، واحنا مثلا بنشتري حاجات للبيت، كل ده ان شاء الله هتشوفوه معانا الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله. باذن الله. ولو عايزين كمان تعرفوا انا في الشهر الكام، نوع البيبي ايه، هولد امتى، الحاجات دي كلها ممكن برضو نقولها لكم، وان شاء الله هنحضر لكم بيها فيديوهات الفتره الجايه.
ان شاء الله باذن الله. باذن الله. حلوه بالظبط. كل حاجه هي اسراء صاحبتي من الطفوله، اللي هو ايه يعني نص عمرنا متصاحبين بالظبط. احنا بقالنا طبعا يجي 15 سنه، حوالي 15 سنه، يعني مش بالظبط 15 سنه، بس بقالنا مع بعض 14 سنه بالظبط. يمكن 14 سنه زي ما دينا قالت لكم. عشان كده احنا ما بنقولكوش تجربتنا وان احنا بنحب بعض وان احنا مخلصين لبعض كده كلام فيديوهات، لا والله العظيم. انا بقول انا بتكلم تلقائي، بتكلم اللي في قلبي، وبجد هي اختي وصاحبتي وعشره عمري، والله العظيم انا ما اقدرش استغنى عنها في حياتي. انا بيبقى ناقصني حاجه لو ما كلمتهاش. احنا ممكن نكون بننشغل عن بعض فتره ونرجع نتكلم تاني كاننا بس الغلاوه في القلب محفوظه بالظبط. يعني احنا ما بنتاثرش بالبعد. احنا ممكن نتشغل شويه لاني انا عندي بيت وولاد وهي برضو عندها بيت وولاد، فايه الحياه مشاغل، وانتوا عارفين برضو بالظبط الحياه مشاغل تقوم ومسؤوليه واكل بقى ونظافه والحاجات اللي انتوا الطبيعيه، بس ما بننساش بعض في المواقف. يعني انا لو عندي اي حاجه كلمتها ممكن تجيلي في ثانيه، لان احنا ساكنين جنب بعض يعني في مكان واحد وكده، فممكن تجيلي انا. وزي ما قلنا لكم انتوا انا عندي بنتين ودينا عندها بنت. ممكن كمان نعمل لكم روتين شعر البنات. هم شعرهم كيرلي، فاحنا بنعمل لهم روتين ان هو يبقى الشعر الكيرلي يا جماعه جميل جدا قوي. انا بحب بنتي وهي شعرها كيرلي، ودينا كمان بتحب بنتها وهي شعرها كيرلي، بس انا بنتي بتحب شعرها ليس، فانا بحب شكل بنتي في الكيرلي. لو عايزين تشوفونا واحنا بنعمل لهم هو ده الشعر، هو التغيير عامه حلو بالظبط. يعني ليس شويه كيرلي شويه. هو التغيير عامه في كل حاجه بيبقى جميل، حتى لو شايفه حاجه اللي هي مش حلوه لو غيرتيها ورجعت لها تاني هتلاقيها جميله جدا بالظبط، شكلها شيك والبنوته كده تعود على ان هو يبقى فيه روتين في حياتها. لا ماما بتعمل لي شعري بالطريقه اللي كذا مش عارف ايه، فبيحسوا بالتغيير وبيحسوا يعني بيحسوا ان هم في حد مهتم بيهم وبشعرهم وبجسمهم. واهم حاجه الشعر. اهم حاجه الشعر بصراحه. وان شاء الله الفتره الجايه انا كنت هعمل البنات بروتين وهعمل البنات كلها وحتى بنتي دينا كمان، بس احنا ممكن في الاول نعمل لكم روتينات على اساس ان لو حد حابب شعر البنات كيرلي يفضل يخليه كيرلي، لو حابب يعمل له بروتين ويشوف البروتين بيتعمل ازاي والطريقه والروتين برده بتاع البروتين وبيتحط قبل ايه وبيتعمل ازاي، ممكن اعمل لكم كده. انا ممكن اقدم لكم حاجات عن البشره والشعر والجسم والعنايه بالنظافه الشخصيه عامه. ودينا برضو كذلك، هي برضو عندها حاجات ومجرباها وعايزه برضو وعن الاكل برضو. وبالنسبه للاكل هي بتعمل اكل حلو قوي قوي. لو عايزين اي وصفه، عايزين اي حاجه ممكن تقدمها لكم ان شاء الله على القناه بتاعتنا اللي تبقى منوعه من كل حاجه باذن الله، وكل حاجه تعجبكم ان شاء الله باذن الله. واهم حاجه دعمكم واللايك والاشتراك بالظبط، وان شاء الله يعني ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله خير، ونكون عند حسن ظنكم. احنا عايزينكم انتوا اللي تشوفوا انتوا عايزيننا نقدم لكم ايه، واحنا انا عن نفسي ملمه بكورس تمريض كامل وبعرف حاجات كتير في الكوافير، يعني مثلا الشعر والبشره، وازاي تعملي حواجبك وازاي تعملي وشك وازاي تعملي واكس وازاي تستخدمي الشيفنج. ودينا برضو ممكن تقول لكم المعلومات دي كلها. فاحنا عايزين وبنعرف نعمل اكلات حلوه الى حد ما. احنا مش شيفات بس بنعرف نعمل اكلات حلوه ممكن نفيدكم بيها. وكمان ممكن نقدم لكم زي ما قلت لكم العنايه بالبنات، وكمان ممكن نقدم لكم حاجات حلوه كتير، وانتوا برضو عليكم تختاروا. احنا هنقدم لكم كذا حاجه متنوعه وانتوا تختاروا الحاجه اللي مناسباكم. واي حاجه عايزين تستفسروا عنها وتسالوا عنها وتستفادوا بيها ابعتوا لنا كومنت واحنا نرد عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. فاحنا زي ما قلنا لكم احنا كل اللي يهمنا المحتوى يعجبكم انتوا. احنا الحمد لله يعني الى حد ما بنعرف شويه حاجات كتير، فلو انتوا حابين تستفيدوا بالحاجات اللي احنا نعرفها، عايزين تسالونا اسئله شخصيه عننا احنا تحديدا، يعني تقدروا تسالونا واحنا هنرد عليكم. يعني عايزين اي حاجه تقدروا تسالونا، ودينا كمان هتقول لكم هي هتقدم لكم ايه الفتره الجايه ان شاء الله، وان شاء الله نكون عند حسن ظن ان شاء الله باذن الله. وهنعرفكم باذن الله كل حاجه نعرفها، وهنقدم لكم حاجات حلوه وتعجبكم عن الاكل وعن كل حاجه، عن كل حاجه ان شاء الله باذن الله، وربنا يسهلها من عنده.
ويقدم اللي فيه الخير يا رب. ان شاء الله خير. واحنا والله احنا طالعين نفيدكم بالمحتوى اللي احنا عايزين نقدمه، وكمان عايزين زي ما احنا هنفيدكم بالمحتوى اللي احنا هنقدمه، عايزين كمان تشجعونا وتعملوا لنا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم اي حاجه احنا بننزلها. وان شاء الله تحبونا باذن الله. وانا عشان اول مره طالعه طبعا ففي توتر شويه. لا ولا توتر ولا حاجه، انت زي الفل وبتتكلمي كويس جدا، لان انت طالعه تتكلمي اللي في قلبك، وهي مش متصنعه وهي مش طالعه. والله احنا ما حضرنا اي حاجه قبل ما نطلع، احنا طالعين احنا بنقول اللي في قلبنا والله العظيم. زي ما بيقولوا كده احنا قلنا نقول اللي في القلب عشان يوصل للقلب. بطبيعتنا خالص بالظبط، احنا طالعين نقول اللي في قلبنا عشان يوصل لقلبكم. وان شاء الله كده يعني انتوا تشوفوا انتوا عايزين ان احنا نقدم لكم ايه، واحنا ان شاء الله نقدم لكم. وتدعمونا، واهم حاجه دعمكم واللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم.